اللي صار عندنا في حادثة الوادي الكبير ترى ما شيء هين، وما شيء نمرره ان الشيء صار وخلاص بيمر. نحن لنا حق ان نتكلم في هالموضوع لأنه أثر فينا تأثير نفسي، تأثرنا نفسيا من اللي شفناه. مستحيل ان حد ينسى هذه الحادثة اللي صارت، من صغار ومن كبار، مستحيل، سواء من المواطن أو المقيم. اللي صار شيء ما كنا نتوقعه أبدا. عن نفسي ما كنت أتوقع في يوم من الأيام أنه يصير مثل هالحادثة هني معنا في عمان دار الأمان. فأنا من حقي أني أتكلم اليوم في هذا الموضوع. الشيء صار والحمد لله رب العالمين، تجاوزناه الحمد لله بفضل من الله وبفضل ومن ثم بفضل من الحكومة والجهات الأمنية ما قصروا. فمثل ما قلت الحادثة صارت والحمد لله رب العالمين انتهت بخير، لكن هل نتوقف عند هذا الحد؟ اللي أقصد فيه نحن اللي في المجتمع، أفراد المجتمع كلهم من صغار ومن كبار، هل نتوقف عند هذا الحد إن في صارت حادثة تفاصيلها كذا 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 وخلاص انتهي الأمر؟ لا طبعا. أنا أشوف إنه كل واحد الحين له دور في هذه الحادثة ما بعد الحادثة. إيش اللي نحن المفروض إنه نسويه؟ كل شخص ويعني وكل في مجال عمله، إيش أنت الحين المفروض إنك تقدمه من بعد هذه الحادثة؟ أنا كولي أمر إيش دوري الحين اتجاه مثلا عيالي؟ أنا كمعلم إيش دوري اتجاه الطلاب في التوجيه مثلا؟ إيش اللي بإمكاني إني أسويه؟ أنا كمدير إيش اللي بإمكاني إني أسويه؟ لأن نحن يعني بنواجه تساؤلات، خاصة أنت في مكان قدوة تعلم اللي موجودين عندك. أكيد أنت كمعلم أو أنت كمدير قائد مدرسة كاملة تتألف مثلا من كذا عدد من الطلاب، أنت إيش دورك بعد هذا الحدث اللي صار؟ إيش اللي بإمكانك أنت تقدمه؟ إيش اللي تسويه؟ الحكومة أيضا يعني بالجهات المختصة في هذا الموضوع، عندنا مثلا من الشرطة، عندنا مثلا من الجهات وزارة الأوقاف، كل الجهات المعنية المفروض اليوم تكون مستعدة، عندها خطة من بعد الحادثة. كيف أنا أواجه التساؤلات؟ إيش اللي انغرسه في عيالنا من مختلف الأعمار، من يوم هم صغار مرحلة الطفولة لحد ما يكبروا؟ كيف أنا الحين أربيهم على يعني الأمر السليم، أربيهم على الفكر الصحيح، أربيهم على يعني إنهم كيف يصونوا بلادهم، يحفظوا بلادهم، أغرس فيهم حب الوطن أكثر وأكثر. أناقشهم كيف يكون النقاش، كيف يكون الأسلوب معهم، كيف يكون الحوار معهم، عشان نوصل إلى جيل واعي، جيل محب للوطن، جيل ما تهمه أي إغراءات، ما تهمه أي يعني كلام، ما يهمه أي أحداث تصير قدامه، يكون صامد لوجه أي إنسان تسمح له روحه أنه يضر في هذا الوطن. كيف نربي أجيالنا الحين؟ كيف نعلمهم؟ كيف نخاطبهم؟ كيف نعطيهم هذه الأفكار السليمة الخالية من الشوائب التي تؤدي إلى الشقاق، التي تؤدي إلى الفتن؟ شوفوا حتى الأطفال تراهم هذه الصغار
اللي ما نقول بعدهم إنهم ما يفهمون. هذه اللي أكيد شافوا فيديو أو فيديوين من الفيديوهات اللي تداولا من الحادثة، وأكيد سمعوا أهاليهم يتكلموا إنه صاير كذا صاير كذا. أكيد سمعوا كل هالسوالف وشافوا الفيديوهات، وأكيد بيسألوا إيش اللي صاير. هل أنت عندك جواب إنك تكلم الطفل هذا اللي يسأل، تجاوبه إيش اللي صاير؟ تكلمه بحيث إنه يقتنع بكلامك، وبحيث إنه تغرس فيه بنفس الوقت حبه الوطنه. هل عندك استعداد لما يسأل؟ أكيد طفل يتساءل إيش اللي صاير. الشيء الحقيقي اللي مفروض إنه نكون فيه الحين هو الاستعداد. الاستعداد في أمور نكون فيها عارفين كيف نربي عيالنا أول وجديد، كيف أن نحافظ على أفكارهم. مثل ما قلت، كل شخص أو كل إنسان بوظيفته، وكل إنسان بمكانته، كيف هو يوصل رسالة للأشخاص الثانيين. ربما الأشخاص حتى ما يكونوا مثلا من الأطفال أو المراهقة يعني، لكن في بعض الأشخاص ما تعي في هذه الأمور، ما تفهم في هذه الأمور. فأنت كمواطن فاهم وعارف كيف بإمكانك أنك توصل الكلام الصحيح، التفكير الصحيح إلى الأشخاص الآخرين اللي لا يعوا في هذه المواضيع. كيف تكون كلامك، كيف تكون توصيلك لهذا الكلام للأشخاص الثانيين. هني يعني نوجه، يعني أنا من حسابي أوجه لكل الجهات المختصة في هالموضوع إنها يعني تعمل خطة في كيف إن نوعي المواطنين بهذه الأمور، كيف نخوض عنهم التفكير. الحادثة صارت وأثرت فينا وما نمررها كما هي، بالعكس نحن نكون مستعدين لأشياء أخرى لا سمح الله. نحن ما نعلم ايش اللي بيسوي قدام، ما نعلم ايش اللي بيكون، لكن إذا كنا نحن بتفكير صحيح، إذا كانوا عيالنا خلاص تفكيرهم صحيح وسليم ومتعلقين في هذا الوطن، فأكيد 100% إنه ما شوفوا نحن ما باقي من الزمن إلا تقريبا شهر وتبدأ المدارس. هل نحن هيئنا أعمارنا ووضعنا خطة لطلاب المدارس؟ كيف نكلمهم؟ ايش البرامج اللي مسوينها اللي يعني مثل ما خبرتكم عشان نوصل لهم المعلومة الصحيحة والحقيقية يعني من الأحداث اللي صارت. أكيد بتيكم أسئلة، شيء أكيد. حتى من الأطفال، الطفل ما صار مثل أول إنه يعني ما يسأل، ما يشوف، لا شيء صار كل شيء قدامه اليوم. حتى الجهاز قدامه بإمكانه إنه يشوف أي حاجة ويسمع أي خبر، حتى من الأهالي يسمع. لكن يمكن ربما يكون متخوف، أو أهله قالوا له لا تسأل في هالأمور وما سكت عند أهله، لكن بيي وبيسأل مع ناس ثانيين بخصوص هذه الحادثة. هني حسب الأشخاص اللي يكلمهم، اللي يسألهم، هل يعطوه الجواب الصحيح أو الخطأ. فهني المفروض نحن نتهيأ في مثل هالأمور. حتى الأطفال كيف نحن يعني لما نسمعهم لما يتساءلوا في هذا الموضوع أو أي موضوع كان مشابه للحادثة اللي صارت، كيف نحن نجاوبهم. المدارس هل متهيئة؟ ما باقي من الزمن إلا شهر تقريبا. وزارة التربية ايش الخطط اللي مسوتنها، وزارة الأوقاف ايش الخطط اللي مسوتنها، كل الجهات ايش انت والحين التغيير اللي بتسووه من بعد هذه الحادثة. لازم تكون لكم خطة نمشي عليها. يا ناس الله، هذه بلادنا ونحن غيورين على بلادنا ونحب بلادنا، وما نبغى مثل هالمواقف والأحداث تصير مرة ثانية في بلادنا.
شوفوا هذيلا هم أعداء الوطن، يبوا يخربوا الأمن والأمان في عمان، ما بيقدروا إن شاء الله. عمان معروفة. أنا لما ألقى اليوم أي وافد يقول لي نحن اخترنا عمان لأن فيها الأمن والأمان، هذا أول كلمتهم. ليش مختارين عمان؟ لأنها عمان فيها أمن وأمان، فاخترناها ما بين كل البلدان أن نقيم فيها. فهذا أعدائنا اللي جايين اليوم يبوا يغيروا من هذا المنظور، ويبوا يسووا فتنة في البلاد، ويبوا يغيروا التفكير في البلاد. هذا لهم أعداء بلادنا. استغلوا الأشخاص الموجودين بمغريات الله أعلم ايش هي عشان يجلبوا أعمال، لكن ما بيقدروا إن شاء الله. ما نبونها فيها أمان، وما بيقدروا بعون الواحد الأحد. لكن شوفوا ليش أقول لكم أن هذا الأمر لا يستهان فيه. اليوم هذيل اللي هم بنقول عنهم مثل عقال، عندهم مثلا المكان الفلاني أو المنصب الفلاني، واستغلوا الله أعلم بهيش، وغيروا أفكارهم وغيروا نظريتهم في بلادهم، وسووا اللي سووه. باكر هذه ناس خبيثين بيستهدفوا أي شخص هني موجود، بيستغلوا مثلا حاجته، بيستغلوا يعني فكره انه يكون ضد بلاده. ما نتهاون في الموضوع، عشان كذي انا قاعده اتكلم فيه انه ما نتهاون ابدا في هذا الموضوع. الامر ما سهل ولا هين، يعني نحن مسؤولين. كل انسان اليوم يعاهد يعني بينه وبين ربه، بين نفسه وبين ربه، اخلاصه وولاءه لهالبلاد، وانه هو يكون مسؤول عن بلاده. تكلمنا وايد وقلنا ان الفراغ يا ناس الله له دور كبير. الفراغ يعني اكبر قنبله واكبر حاجه تدمر الشباب اليوم. الفراغ، وقت الفراغ، البطاله الزايده، هم محتاجين وما حاصلين، ما محصلين دخل، فاي من يستغلهم مثلا. هذا كمثال، يجي من يستغلهم يعطيهم كل الاحتياجات اللي يبوهم بشرط انك تسوي كذا كذا. ما شرط في مثل الاحداث اللي صارت، لكن في اشياء اخرى بامكانه انه يسويها عشان ياخذ الفلوس لانه هو محتاج. فدائما كنت اقول يا ناس الله، سووا من البرامج، سووا من النوادي، سووا من المعاهد اللي تنفع الشباب، اللي ما تخليه فاضي، اللي تصحح من فكره، اللي تنمي من عقله فيه لخدمة بلاده. لأن وقت الفراغ تدمر الشباب، تدمرهم تدمير يخليهم يعني يدخلوا في مواضيع يعني المفروض ما يدخلوها. للأمانة الفراغ شيء خطير، يعني كل الشباب اللي يعانوا فيه اليوم الفراغ بسبب قلة العمل. فيا ليت يا ليت يا ليت أنه تنحل هذه المشكلة عند الشباب. ليش أقول لكم الشباب بالذات؟ ما بضرب مثال على الأشخاص الآخرين اللي موجودين في المجتمع، بضرب المثل مني وفيني، في عيالي. وما كل بيت يخلى أصلا من وجود شباب عندهم متخرجين، الاثنين ولا ثلاثة متخرجين من أحسن الجامعات وأحسن التخصصات، لكنهم عاطلين عن عمل. هذا اللي الشباب الحين الموجود عندهم طاقة، وين بيفرغوا طاقتهم؟ يعني الله أعلم كيف إن بعضهم صارت حالتهم ما حالة، نفسيا تعبانين، من ما يبي يكون نفسه، من ما يبي يشتغل، من ما يبي يخدم بلاده. من يوم صغير هيش حلمك، هيش اللي تبغى، والله أبى أكون كذا وكذا، أبى أشتري لي كذا وكذا. لكن يوم يكبر ويوصل للعمر اللي ينتظره عشان يكون نفسه، مستحيل إنه يقدر. فهذا للشباب، هذه الطاقة القوية الحلوة للأسف تتدمر. الطاقة هذه الشباب هم اللي يقوموا بالوطن،
هم اللي ينهضوا بالبلاد، هم اللي يحموا الوطن، لكن قاعدين نشوفهم انهم يوم عن يوم للاسف يتدمروا، تتدمر نفسيتهم، واذا تدمرت نفسيتهم خلاص تفكيرهم يتدمر. ليش نحن قاعدين ندمر يعني سواعد هذه البلاد، قوة بلادنا، ليش قاعدين ندمرها؟ هل معقولة لين اليوم ما شيء حلول في هذا الموضوع؟ لين اليوم بعدنا قاعدين نعاني، وإلى متى؟ إلى متى؟ هذه الطاقة الحلوة، هذه الطاقة كلها الإيجابية، السواعد القوية، ما حرام إنها تتدمر؟ وما نقول يتدمر الجسد الحين، لا، تدمر نفسهم، يتدمر فكرهم، واللي محتاجين له نحن الفكر والنفسية الإيجابية. النفسية ناس الله، الكلام في هذا الموضوع طويل، والكلام في هذا الموضوع متشعب، بس أتمنى والله فعلا أن يتم التفكير في هذا الموضوع بجدية لمصلحة بلادنا، لأن نحب بلادنا، نفديها بأرواحنا، فلازم ما نمرر هذه الأمور. خلاص إن الشيء صار وخلاص نمشيه، لا، هذا فيه تبعات، وفي أشياء وأشياء المفروض نفكر في كل تفاصيلها، وكل عقدة نحلها تطلع لنا عقد أخرى تحتاج إلى حل. فما ناخذ كل شيء خلاص بسهولة وناخذه برقة ونمرره، لا، نكون شديدين في هذا الموضوع. اليوم الوقت اللي نفكر فيه أكثر وأكثر عن قبل، أكثر وأكثر. اللي صار مثل ما أقول ما هين فيها ناس، أشياء وأشياء وأشياء المفروض أن نحن نفكر فيها، المفروض نحن نحل المشاكل اللي فيها، فعشان ما نواجه مثل هذه الأمور مرة ثانية، عشان بلادنا يا ليت. أتمنى والله، أتمنى يعني التكاتف كلنا من صغار وكبار في هذا المجتمع، طبعا أكيد من مساعدة الجهات المعنية في هذه الأمور، كيف أنه نتفادى مثل هذه الأحداث مرة أخرى، كيف نربي عيالنا، كيف نحافظ عليهم ونحافظ على سلامتهم وسلامة هذا الوطن. بعد في الموضوع اللي دائما أتكلم فيه هو وقت الفراغ للأطفال، وخاصة الحين في الصيف الكل ماسك جهازه من الآيباد أو التليفون، بحجة إن نحن نبغى نلعب ألعاب، وفي ألعاب ما شاء الله يتواصلوا عند الأشخاص ثانيين، فالحذر من هذه الألعاب. في ألعاب قتالية تعلمهم القتال، يشوفوا ايش اللي يستوي، أنا بقتل، ويستخدموا بعد هذه الألفاظ، أنا بقتلك، أنت قتلتني. احذروا من هذه الألعاب، لأنكم أنتوا قاعدين تربوا أطفالكم على العدوان، على سهولة القتال، على سهولة اليوم يتلفظوا بقتلتك وقتلتني، ويحلف والله بقتلك، فيشوفوا ان هذا الامور سهله عندهم، يتربوا عليها، امورهم طيبه تكون، كل ما كبروا يعني يتداولوا هذه الالفاظ، الفاظ القتل، ومن بعده اوكي بيجربوا هذه الامور. فالحذر من هذه الالعاب، وراقبوا عيالكم ايش الالعاب اللي يلعبوهن، ومن هم الاشخاص اللي قاعدين يلعبوا عندهم، اوكي، واللي قاعد والله في غرفته ولا قاعد في صاله وحليله اشوفه قدامي ما يطلع من البيت، ما بيطلع في هذا الحر، ما بيطلع والله يشوف فلان وعلنتان، لكن انت مخلنا في مكان يتدمر فيه قبل ان يطلع برا من هذه الالعاب القتاليه، من الناس اللي قاعد يكلمهم. من تلاقي طفل صغير يتكلم عن شخص انسان بالغ كبير في العمر، يعطيه من الكلام، ويعطيه من الألفاظ، ويعطيه من الأفكار اللي تدمره من يوم هو صغير، يهيئه من يوم هو صغير إنه مثلا يكره وطنه، إنه يتمادى على وطنه، إنه أول شيء يتمادى على أهله. وبعد المراقبة ما تكون بعد لفئة الذكور فقط، لا، حتى البنات بعد نشوفهن، نراقبهن، ايش الألعاب اللي يلعبنها، ايش الكلام اللي يقولنه، من قعدات يتواصلن
في هذه الألعاب مع من يتواصلن؟ البنات والأولاد، ترى الكل مستهدف اليوم، الكل مستهدف، مو الذكور فقط. أيضا الشباب الله يحفظهم ويبارك فيهم إن شاء الله. الشباب وين يطلعوا من هذه صحبتهم؟ ايش الكلام اللي قاعدين يقولوه هناك؟ ايش الافكار اللي يتداولوها؟ انت كأب كولي امر تشوف ولدك مع من يروح، يا ولدي ايش اليوم سولفتوا، ايش سولفتوا، خلينا نضحك نسولف، ايش قلتوا، انتم بهيش تفكروا، من هم هذه، تعرف تفكيرهم. في حالة انك عرفت تفكيرهم وصاحبت عيالك وصرت ويت معهم وعرفت من هم اللي قاعد يصير وياهم ساير راد، هني بتعرف هو ولدك لين وين رايح او لين وين يبى يوصل حسب الصحبة. ما تقول والله هذا اليوم شاب ويبى يطلع وانا مالي دخل فيه وخلاص صار ريال معتمد على نفسه، صح، لكن مهما كان نحن مسؤولين على عيالنا ونبى نعرف اليوم ما شيء امان ابدا، ما شيء امان، سواء كانوا صغار ولا كبروا في العمر. بعده نحن كأولياء أمور لنا دور في مراقبة أولادنا، إن نشوفهم من صحبتهم وإيش الأفكار اللي قاعدين يفكروا فيها. إذا عرفنا هذه الأمور قبل، ولا سمح الله في حالة إن في فكر دخيل على أفكارهم، تقدر إنك تتلافى المشكلة قبل وقوعها. أما في حالة إنك خلاص أنت مأمن هذا شخص كبير، هذا شاب، خلاص يروح من وين ما يروح، يسحب من والصحبة اللي يباها ولا تكون سأل عنه البر. فهني حتى لو صار شيء صعب بعدين إنك تتفاداه. فهذه الأمور لازم نكون حذرين منها. مثل ما قلت وقت الفراغ، والحين في الصيف قليل اللي يشارك عياله في نوادي مثلا أو مكان يستفيد منه. بنقول لأسباب لعدم توفرها بكثرة، هذا أول شيء. وثاني شيء إذا توفرت بمبالغ، صعب من الآخر أنه يوفر المبالغ لأطفال 2 و3 مثلا و4 أنه يوديهم في مثلا هذه النوادي أو الأنشطة. فلما تكون أنشطة مجانية الحمد لله رب العالمين. حتى مثلا إذا كانت أنا مستغربة يسووا أنشطة مجانية لكن لا يتوفر النقل، تصير أنت تدور لك نقل. أوكي أنا ما فاضي مثلا إن أودي ولدي، أنا أداوم أصير أوديه الصباح وأرجعه بعدين، ما عندي نقل، فلازم تكون هناك في صعوبة. أنا مستغربة يعني يسووا شيء ويخربوا شيء ثاني. أنت لما تيجي تسوي نشاط مثلا للأطفال أو الطلاب، وفر كل شيء، جزاك الله خير، سويت هذه الأنشطة أو البرامج الصيفية مجانا، وفر لهم النقل، ما بتخسر شيء. لا أنا موفر مجاني وعاد أنتم دبروا أعماركم. مالكل ترى حد ما عنده سيارة، حد ما عنده فلوس إنه يعني يوفر لهم نقل، وحد ما عنده أصلا نقل من الأساس. ما أعرف صراحة، مستغربة من هالأمور. أتمنى أن تتوفر هذه مجانية طوال فترة الصيف يعني مختلف الأعمار، الأطفال من يوم هم أطفال لين الثانوية العامة يتوفر لهم كل حاجة وبالمجان. أتمنى لمصلحتنا، لمصلحة عيالنا، لمصلحة وطننا. هذا مختصر للكلام اللي بغيت أقوله. أتمنى